دايما بنسمع إن التاريخ بيعيد نفسه، والفرص كمان بتعيد نفسها. في فرصة كده، فرصة عظيمة ضاعت على جيل أجدادنا، والنهاردة الفرصة دي رجعت تاني بس في مكان مختلف خالص. تعالوا نشوف إزاي. كلنا سمعنا الحكاية دي بشكل أو بآخر. جملة يا ريتني كنت اشتريت حتة الأرض دي زمان. الجملة دي مش مجرد كلام، دي بتلخص قصة ندم كاملة. ندم على فرصة كانت قدام عينينا كلنا، بس قليلين قوي اللي شافوا قيمتها الحقيقية وقتها. متخيلين الفرق؟ حتة أرض كانت ب5000 جنيه، النهاردة قيمتها وصلت 5 مليون. طبعا فرصة الأرض دي خلاص راحت لحالها، لكن الفكرة نفسها لسه موجودة. الفرصة رجعت تاني بس لابسة توب جديد، وفي مكان يمكن محدش واخد باله منه. طيب، القسم الأول معانا الأرض زمان والأسهم النهاردة. هنا هنشوف إزاي الماضي بيتكرر قدامنا بالظبط. بصوا كده على المقارنة دي وشوفوا التشابه العجيب. زمان الأرض كانت مهملة، محدش بيبص لها وكانت رخيصة جدا. النهاردة البورصة المصرية بيستثمر فيها أقل من 1% من الناس، وبرضه فيها أسهم كتير قيمتها الحقيقية أعلى بكتير من سعرها في السوق. يعني هو نفس الوضع بالظبط، نفس الفرصة اللي بتتكرر تاني. القسم التاني وده مهم قوي. ليه دلوقتي بالذات؟ إيه اللي بيخلي الوقت ده هو وقت الفرصة؟ الرقم ده هو ده مربط الفرص، أقل من 1%. خلوا الرقم ده يرن في دماغكم شوية. دي نسبة الناس اللي بتستثمر في البورصة في مصر، رقم يكاد لا يصدق فعلا. طيب، ده معناه إيه؟ معناه إن السوق مليان كنوز وفرص حقيقية، بس تقريبا محدش بيدور عليها أو شايفها. بالظبط زي ما حصل مع أرض الجد زمان، كانت كنوز مدفونة في تراب. ونيجي للقسم الثالث، القرار الآن. هنا كل واحد بيختار قصته، عشان ما نجيش بعد 10 سنين من دلوقتي ونلاقي نفسنا بنقول نفس جملة الندم إياها، يا ريتني كنت بدأت من زمان. الفرصة لسه موجودة ومتاحة النهاردة. والبداية على فكرة مش محتاجة مغامرة كبيرة، الموضوع أبسط من كده بكتير. الخطوة الأولى، ابدأ صغير. الخطوة التانية ودي الأهم، بس ما تفوتش الفرصة. المهم إن العجلة تدور. القسم الرابع والأخير، بعد 10 سنوات من الآن الحكاية هيكون ليها نهايتين محتملتين. النهاية الأولى، اللي هيبص على البورصة النهاردة ويشوفها مجرد أرقام طلع نازلة وشخبطة، زي بالظبط اللي بص على الأرض زمان وشافها مجرد تراب. النتيجة للأسف معروفة، ثروة ضاع. أما النهاية التانية، فاللي هيبص على نفس الأرقام دي ويفهم إن وراها قيمة حقيقية، وراها شركات بتشتغل واقتصاد بيكبر، ده اللي هيقدر يحول الفرصة دي لثروة حقيقية في المستقبل. الموضوع كله في زاوية الرؤية. وفي النهاية السؤال بيفضل مفتوح لكل واحد فينا. يا ترى بعد 10 سنين من دلوقتي الحكاية اللي هنحكيها هتكون عن فرصة استغليناها صح، ولا هتبقى قصة ندم جديدة؟